بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من يومياتي أنا وجوزي في المطبخ. النهاردة الوقفة كل سنة وانتم طيبين، وبما إني إيهاب أجازة فهو اللي هيعمل لنا الفطار وإحنا صايمين النهاردة. ازيك يا إيهاب؟ الحمد لله تمام. كل سنة وانت طيب. وربنا يتقبل مننا ومنكم جميعا ان شاء الله يا رب، والسنة الجاية نبقى كلنا إن شاء الله على عرفات. النهاردة إيهاب هتعمل لنا إيه يا بيبو؟ كبده اسكندراني، كبده الشارع، كبداكو. كبداكي، يعمل لنا كبداكي. يلا بقى هنبدا. اقول لكم دلوقتي المقادير. احنا جايبين نص كيلو كبده، على فكره انا جايباه من كبده بلدي، جايباها من عربيات الداخليه. قلت لكم جايباها كيلو ب 90 جنيه. لقيت هنا الجزار بيقول لي ب 150 جنيه، فطبعا في فرق كبير ما شاء الله، وحلوه ونظيفه جدا وبلدي وزي الفل. الجاموسه او العجل لا مؤاخذه يعني بينزل كده بيبقى طازه، ويروح مقطع لك من اللي انت عايزاه. دول 3 قرون فلفل. ودي الخلطه بتاعتنا الجميله، عباره عن ميلها كده يا ايهاب عشان تبان. ايوه، دي عباره عن توم وليمون وفلفل احمر وشويه خل صغيرين قوي عشان الخل ما بيبقاش حلو قوي مع الكبده، وشويه توم وفلفل احمر قلنا، وملح وكمون وفلفل اصفر. دي بقى التكه اللي انا واخدتها من سالي فؤاد، صراحه بسم الله ما شاء الله عليها. قالت ننقع الكبده في لبن عشان الزفاره، وعشان برضو على فكره حتى لو الكبده مستورده بتخلي الكبده لونها ابيض. احنا هنشوفها دلوقتي لما نيجي نسويها على النار، الكبده هتفتح كده وتبقى جميله. يلا بيبو نبدا بسم الله. احنا دلوقتي هنعمل التركيبه بتاعه الكبده دي، هتتحط في الاخر، هتشوفوا احنا هنعملها ازاي، او ايهاب هيوريها لنا هو هيعملها ازاي. بصوا بقى الرجاله لما تدخل المطبخ وبتبقى ايه شاطره ما شاء الله. احنا بنقعد نقطع على ايدينا. على فكره كل التعوير اللي في البلانشه دي تقريبا ايهاب اللي عاملها، عشان هو اللي بيحب يستعمل البلانشه اكتر مني بصراحه. هو بس هنقطع الخضار الاول، الفلفل. بصوا الكبده بتاعت الشارع ما بيبقاش فيها اي تركيبه تانية، ولا بصل ولا اي حاجه. في كبده بتبقى في الشارع بتبقى ببصل، بس دي بقى للناس اللي بتبقى عايزه ايه تكتر بصوا شاطر ما شاء الله، تكتر كميه الكبده. لكن احنا بالنسبه لنا في البيت هنعملها سندوتشات وهتبقى زي الفل. ايوه، هو قطع بسرعه اهو، اوعى تعور ايدك بس. ماشي، انا واد عفريت. هم عارفين ان انت عفريت على فكره. صوته عالي اهو يا جماعه شويه، احنا بقالنا يومين 3 عمالين نتحايل عليه انا وكل عيلتنا يعلي صوته. وآية عماله تقول عليه صوتك، وآية عماله تقول له عليه صوت. آية على صوته يا حبيبتي. انا بعد شويه هنزل لكم فيديو. النهارده ان شاء الله هينزلوا من الوقفه فيديو هعمل لكم فيه كل الحاجات اللي انا هقدمها لاسرتي بكره. انا النهارده واقفه من المطبخ من الصبح، خلصت كل الاكل اللي انا هعمله في العيد، مش هعمل اي حاجه تاني. وبعدين بقى لو في قرن فلفل حراق بتبقى حلوه. بالظبط. انا لو هنكش في الثلاجه دلوقتي كده لو لقيت، انتوا عارفين بقى طبعا انا استغليت كل الحاجات اللي عندي في البيت. يلا بقى يا بيبو ننقل هنا الفلفل. استغليت كل الحاجات اللي في البيت، فتقريبا خلصت الفلفل. ولقيت بقى الاسعار تحت في السوق النهارده وامبارح بسم الله ما شاء الله، يعني مش عارفه ايه السبب. هنبدا بقى نقطع الكبده شرايح صغيره كده. بصوا بقى في انزل بيدك يا بابا. ايوه، بنشيل البتاع دي عشان بتبقى تخلي الكبده تلف كده. ايوه، العرق الابيض ده يا بنات بيخلي الكبده وانت بتسويها بتلف كده، بترجع لورا كده. فشيلوا العرق ده، سهل خالص وسريع، ما فيهوش اي مشكله خالص. هنقطعها بقى حتت صغيره، حتت قد عقله الصباع كده، قد عقله الصباع. صور التصوير كده احسن وانا ساندة ايدي على المناوله عشان ايدي الرخام. عشان ايدي ما توجعنيش والله. الزاويه كده احسن. انتوا عارفين ان انا مش شاطره في التصوير. تبقى حتت طرنشات صغيره كده عشان ايه تستوي بسرعه، وتبقى زي بتاع الشارع بالظبط. ان شاء الله تبقى زي بتاعت الشارع واحلى كمان. على الاقل دي كبده احنا عارفين انها جايه من الجاموسه او العجل، لكن الله اعلم كبده الشارع بقى جايه من انهي كلب ومن انهي قطه من انهي حمار. هو الكبده بتاعت الحمار ليه كبده؟ ايه؟ حمار ليه كبده؟ كل حاجه.
كله زي كده. بصوا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، احنا هنقطع الكبده كلها، وقبل ما نحط اللبن هنجيلكم يهبى يخلص الكبده كلها وهجيلكم في الخطوه اللي بعد كده. يلا استنوا. ورجعنا بعد ما ايهاب قطع الكبده كلها اهو. يلا بيبو بقى نشوف هنعمل ايه. الفرات الصغيره ازاي؟ ايوه كبده انت تقدري تخلي الراجل يقطعها لك على فكره، بس خدي بالك علشان بس هبدي يقطعها كبيره كده وفيها الجلد. على اللبن نحط اللبن. اللبن ما تخافيش منه، مش هيعمل اي طعم خالص بصراحه. انا سالي فؤاد قالتها وانا جربتها بصراحه وطلعت بجد فعلا جميله. ايوه علي صوتك. نجيب ليمونه. طبعا احنا بنحب نعصر نجيب ليمونه كده عشان ناخد ايوه التفل. انا منزله لكم النهارده فيديو لتفريز الليمون، جربوه يا جماعه والله جميل جدا بجد. والليمون انا هعمل لكم طبعا تخليلات بقى وحاجات كتير اليومين دول. الزيتون بقى طلع بس مستنيه لما العيد يخلص علشان اسعاره بقت بسم الله ما شاء الله. يعني انا السنه اللي فاتت جايباه برده بنفس السعر تقريبا اللي هو ال 17 وال 18، بس انا بقى دخل في ال 25 كمان. ايه ده؟ الزيتون. يلا الله. بنحط بقى الليمونه. ما تخافيش الليمونه مش هتفصل ومش هتعمل اي حاجه في اللبن ومش هتعمل اي حاجه. واللبن الابيض ده لما يتنقع فيه الكبده هتشوفيه بعد شويه هياخد من لون الكبده. انا بغسل الكبده على فكره يا جماعه عادي. يعني في ناس بتقول لك الكبده ما تتغسلش. ما تتغسلش لما تبقى انا لسه واخده الذبيحه دلوقتي حالا، لكن من ايد لايد 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 لا انا ما اقدرش ما اغسلهاش بصراحه. ما اقدرش يعني. بصوا ابتدى اصلا من غير ما ننقعها ولا حاجه، ابتدى اللبن ياخد من لون الكبده، هيبقى لونه بامبي كده وهنسويه بيه مش هيجرى اي حاجه. بس هنحط بقى دي في التلاجة مش اقل من نص ساعه. يعني احنا هنحطها ساعه، احنا لسه العصر مأذن فلسه قدامنا وقت على المغرب يعني. يلا هحطها في التلاجة وهجيلكوا تاني بعد شويه وهبقى يعملها لنا على البوتاجاز. يلا استنوا. ورجعنا تاني. ايهاب حط الطاسه بتاعتنا الحلوه دي على النار، سخنت وهننزل بشويه زيت. اتكلم بقى انت. اتكلم. اتكلم وعلي صوتك. طيبين. حطينا شويه زيت. لو بس احنا هنعمل ايه؟ هنحط حبه الفلفل. كده. لا انا عايز اعمل فلفل الاول. بعمل فلفل الاول. انا هوريكم بقى. احنا بس حبه صغيره كده لوحده. عادي بس عشان الكبده عايزه تنزل تبقى نار سخنه على طول. كده هو مع نفسه زي بتاع الكبده بالظبط. بعمل كده وننزل بقى بالكبده بتاعتنا. الكبده يا جماعه ننزلها، احنا ما حطيناش عليها اي توابل خالص، هو اللبن والليمون بس فقط لا غير. هنخلي بس الكبده كده تتشوح على النار شويه عشان ما نطولش عليكم الفيديو. زي تاخد هنجيلكوا تاني يعني هي يعني لونها يتغير كده زي نص سوا كده، وبعدين بعد كده يكون التاني ده الفلفل التاني ده برضك الدبل برضه براحته كده خد دبلانه كده ونروح عاملينهم مع بعض. وهنرجع لكم تاني. يلا عشان ما اطولش بس خلي بالك النار تبقى عاليه عليها بس. ماشي يا باشا بعلوا النار. ورجعنا اهو بعد ما الكبده خلاص شربت الميه بتاعتها كلها اهي. انا عايز اقول لكم تشموا ريحتها ايه. والله هي لسه ما عندهاش. هو اصلا يا جماعه الشارع بيحطوا فيها ليا ودهن كده علشان بس طبعا احنا بنقلل طبعا الكوليسترول وكل حاجه. بصوا اللبن خلاها ابيضت ازاي. هي اصلا كبده بلدي، وحتى لو انت عامله كبده مستورده هتلاقيها برده ابيضت كده. لا وخلي الفلفل على جنب كده عشان الفلفل مع الميه بتاعتها دي ايوه يطلع الفلفل يبقى ليه طعم بيطلع ريحه كده، بيبقى ليه طعم، بيبقى ليها طعم. ننزل بقى بالخلطه بتاعتنا عليها. الخلطه دي فلفل احمر وثوم وليمون وشويه خل بسيطه خالص، ما تكتريش الخل، وفلفل وكمون، فلفل اسمر وكمون. نروح مقلبينهم كلهم مع بعض كده بس كده. احنا طبعا ما حطيناش ملح في الاول ولا اي حاجه، هي الليمون بس عشان التسويه ما يبقاش فيه مشكله في تسويه الكبده، تستوي براحتها. علي بيبو النار بس شويه كده عشان كله يتدخل في بعضه. احنا موطيين النار.
سيدي على الريحه، سيدي على الجوع. ايوه ابو نهله ابو نهله ابو نهله. الراجل بتاع الكبده كنت باخد عنده كان اسمه ابو نهله. ما اعرفش ابو نهله ده والله. عندنا في المطريه. في المطريه، اللي من المطريه بقى يقول لنا عند ابو نهله بقى ولا كبده ايهاب. بس كده هنروح بقى دلوقتي على المناوله نعمل لكم بقى السندوتشات ونقدمها لكم بقى وتبقى زي الفل. يلا استنونا. ورجعنا بقى للريحه الفظيعه اللي عندنا دي. صراحه انا مش قادر. ايهاب مش قادر وانا مش قادره والله برضه. بصوا ده وحدتين همبرجر كده انا حاطه في الطاسه هناك على النار بيتحمر تاني. اللي عملناه قبل كده. اللي عملناه معاكم. هنعمل النهارده هو الفطار بتاعنا يبقى سندوتشات كبده وهمبرجر. الكبده اهي بصوا روعه والله تحفه وريحه فظيعه. تمام. وده كاتشب ودي سلطه طحينه. ايهاب بقى يعمل لنا سندوتشات كده يورينا. بصوا ده رغيف بلدي. طب انزل عشان انا اشوف، انا مش عارفه اشوف. ما هو انا مش طويله زيك يا حبيبي. ده رغيف بلدي وده الفينو. طب احنا البلدي اللي افرض انا بحب البلدي تعمل كده زي سندوتش. ايوه بس بعضه ليه بقى؟ عشان الرغيف البلدي ده يستحمل الصوص بتاع ايوه الثانيه اللي بيعملها في الرغيف دي تستحمل الصوص بتاع اللي بينزل من الكبده وتحط كده. ايوه اللي عايز ياكل في بلدي ياكل وعايز ياكل في فينو ياكل. انا عن نفسي بحب البلدي بالظبط كده. على رايك كريمه مختار الله يرحمه. نحط بقى ايه تاني؟ نحط معلقه كاتشب. معلش يا جماعه والله سامحوني على التصوير، هو طبعا ما شاء الله ايهاب اطول مني بكتير فانا بشب. ومعلقه طحينه وكده ايه سندوتش ديناميت ايهاب. نعمل بقى في الفينو اهو. بص انا بشب ازاي. انا كنت بحب اقعد جنب الراجل بتاع الكبده وهو بيعمل الكبده زمان وكنت قاعد اتفرج عليه. كنت اروح اعملها عندنا في البيت، كانوا اخواتي يستنوني بقى وانا بعملها. ايوه زمان قبل الماضي الصحيح قبل ما يتجوز. كاتشب. انا كنت واد فنان. وطحينه بقى. نعمل لهم بقى ساندوتش برجر كمان علشان يشوفوا البرجر بتاعنا بعد ما. بس احنا ايه البرجر ده اللي احنا كنا عملناه مع بعض. شرايح صغيره كده. ما تقطعش قوي، انت قطعت رفيع قوي بابا كده تتقطع. ايوه كبر شويه. ايوه كده. معلش هو معلش يا جماعه هيتهم جوه بس يبقى الساندوتش شكله كويس برضه. ماشي. تخن شويه بابا. حاضر. ايوه هو بتاع كبده بس يا جماعه مش بتاع همبرجر. انا بس حبيت اوريكم البرجر ده بعد ما عملناه في البيتي. لحمه بس، لحمه سليمه ما فيهاش اي حاجه ان شاء الله. وتام ايوه تام احنا عملنا منه طبعا قبل كده. تام برضك يعني حاجه في الاخر. احنا بقى هنكمل سندوتشاتنا. انا بعمل بسرعه عشان ايه المغرب خلاص فاضل عليه. احنا خلاص اقل من 10 دقايق. ما 10 دقايق كمان. دي بقى كانت وصفتنا النهارده. نشيل بقى المعلقه اهم من الاطباق بقى ونختم. بس نعمل سندوتش. نعمل سندوتش كمان عشان هو جعان. هو متخيل هو لما يعمل اكتر هياكل بسرعه. انا اول ما يأذن هبيعه من الاخر. هيبيعنا شو. طيب بيع البيت واللي فيه. ماشي بس الريحه الصراحه جميله يا جماعه وتجوع والله جدا. كل سنه وانتم طيبين يا رب. وده فطارنا النهارده في يوم وقفه عرفه. كل سنه وانتم طيبين وتعود علينا الايام بخير يا رب وبالسعاده. دي السندوتشات بتاعت الكبده بتاعتنا الجميله وبالطحينه والساندوتش البرجر اهو بلدي بقى زي ما قلت لك. ايوه في العيش البلدي براحتك، عايزه في العيش الفينو براحتكم لو خالص. هو بقى مش معمول اتنين كده كان زمانه صح تحت ونزل. ودي بقى البرجر ودي قصدي الكبده بتاعتنا. و لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اهو الساندوتش البلدي اهو هاب كبداكو. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وعيدكم سعيد يا رب وكل سنه وانتم طيبين. وهاب بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا رب. يلا السلام عليكم بقى ونستنى الفطار. كل سنه وانتم طيبين.